أهلا يا جماعة الخير، رجعنا من جديد. اليوم راح نسوي مشروبات منعشة وخفيفة وفي نفس الوقت دايتية وكيتونية، حتى لمرضى السكري تنفع. أيوة زي ما سمعتوا بالضبط. هذه المشروبات اللي قدامكم قليلة الكارب أو حرفيا بدون سكر وطعمها يجنن. راح يكون معنا اليوم 4 مشروبات مختلفة تقدروا تاخذوا الفكرة الأساسية منها، بعدها تبدعوا وتسووا النسخة الخاصة فيكم. المكونات الأساسية: ملح الليمون أو الستريك أسيد والمحلي اللي تحبوه مع ماء مغلي. هذه المكونات الأساسية اللي راح تعطي التوازن الصح بين الحلاوة والحموضة في معظم المشروبات المنعشة. وبما إننا نبغاها كيتونية فأنا استخدمت ستيفيا كمحلي. طيب، أول مشروب معانا اليوم نكهته خفيفة منعشة وغريبة شوي، بس صدقوني طعمه لذيذ، أتوقع راح يعجبكم. استخدمت الشاي الأسود، راح يعطيني نكهة عسلية خفيفة مع بذر كزبرة اللي راح يعطيني نكهة منعشة، وليمون مجفف راح يعزز النكهة، وطبعا الماء المغلي. بعد ما يبرد أصفيه وأحطه في الثلاجة ليلة كاملة. وإذا كنتم مستعجلين ممكن نعمله مثل الشاي مغلي على النار. المشروب الثاني نكهته عشبية دافية مع انتعاش جاي من قشر البرتقال، فيعطي حماس وحيوية. استخدمت إكليل الجبل، يانسون، الزنجبيل، كركم، قشر البرتقال ونعناع، مزيج عشبي طعمه قوي. ممكن نرفع درجة الحموضة والحلا مع ملح الليمون وستيفيا، لأنه مع الثلج أو التبريد راح ينقص طعمها. وهنا نقطة مهمة: لما يبرد المشروب أو نحط عليها الثلج الحلاوة تخف بشكل طبيعي، لأن خلايا التذوق في الفم تصير أقل حساسية للسكر مع البرودة. يعني حتى لو طعم الحلا مضبوط في درجة حرارة الغرفة، لما يبرد الحلاوة راح تختلف وتصير أقل. عشان كذا دائما أضيف زيادة بسيطة من السكر والحموضة حتى الطعم النهائي مع الثلج يكون موزون. أو لو مستعجلين ممكن نضيف له شوية ثلج ونستمتع فيه على السريع. ومشروبنا الثالث كان الكركديه الأسطوري، هذا الكلاسيكي اللي مستحيل تملوا منه. الكركديه طبيعيا حامض، فاكتفيت بستيفيا كمحلي، لكن إذا حابين تحافظوا على المشروبات فترة أطول في الثلاجة ممكن نستفيد من ملح الليمون كمادة حافظة طبيعية. يعني المشروب راح يظل طازج في الثلاجة لمدة أسبوع كامل أو أكثر. وآخر مشروب كان معانا القهوة الباردة، ولكن مو أي قهوة، كيتونية 100%. استبدلت الحليب الحيواني بحليب جوز الهند، وممكن نستخدم حليب اللوز أو الكريمة. رغم بساطة إعداد القهوة إلا أنها تستحق مكانة خاصة في ثلاجتك، خاصة إذا كنتم من محبي القهوة الباردة، حتى تكون جاهزة في أي وقت، صباحكم الباكر، قبل الجيم، عند المذاكرة، أو حتى في آخر الليل كصديقة سمر. وبس، والله وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات أي واحد فيهم المفضل عندكم. لا تنسوا اللايك، الاشتراك، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أتمنى لكم أوقات ممتعة وملهمة في المطبخ. في أمان الله.